ثم قال والقصد في الفقر والغنى. القصد في الفقر والغنى. فعندك مليارات، وتيرة واحدة، حياة واحدة. فقير حياتك هي ما تتغير، ما تتغير. أما عندك مال تروح يلا جيب على، وبعدها افكرت يلا على الخبز والملح. لا، كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها إذا عنده الملايين وإذا فقير وتيرة واحدة أبدا مهما وجد. هل من طعام؟ نعم. أكل عند يهودية شوية خل، قال نعم. عند أنصاري خل، قال نعم الإدام الخل. عزمته يهودية على إهالة سنخة، يعني دهن شو بنسموه اللي هذا ذنب الخروف مسيخ وله ريحة نتنة، سنخ يعني زنخة يعني في لغة فلسطين. وأكل عنده وحمد الله وأثنى عليه. فكان الموجود أبدا يدور 9 بيوت. هل من طعام؟ قلوا لا. هل من طعام؟ لا. 9 بيوت، 9 زوجات عنده، وما يلاقي طعام ياكل. يقول إني صائم أبدا. وإذا في أكل ياكل. القصد في الفقر والغنى أبدا، حياة عادية أبدا. فهذا الواقع من المنجيات للإنجيل، لأنه رجل تجشأ أمام النبي طلعت معه قال له يا هذا كف عنا جشاءك، أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثر أفوزهم جوعا يوم القيامة. يقول الأمر الخطير يعني مو سهل. عمر بن الخطاب لما يأكل أكلة نظيفة يصير يبكي، يقول أخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا. يبكي. إحنا الآن مين اللي ما يكون والتخمة طالعة من خشمه؟ هي المسألة، هي مسألة ثانية، هي مسألة بس عبي بطل. لا لا. فإذا لابد من القصد الفقر والغنى.